أرخص 10 مصادر للبروتين في الغلا اللي احنا فيه ده، مع رفع البنزين للمرة المليون وتعويم الجنيه كل شوية لحد ما غرق خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير على قد ما تقدروا واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني، ويلا بينا نبدأ الفيديو. رقم 1 السمك البلطي. مش عارفة الناس مش بتتعامل مع الحاجة دي على انها كنز ليه؟ بجد ربع كيلو من السمك البلطي فيهم 65 جرام بروتين. هتقولوا ما السمك غالي؟ هاتيه مرة واحدة بس كل اسبوع. وكمان مش السمك البلطي بس، سمك السردين والرنجة كمان اللي كلنا بنعشقها مليانين بالبروتين، بس ما نكترش. وبما ان السمك، او على الرغم من ان السمك صحي ومغذي ومفيد، الا انه ارخص من الفراخ واللحمة. رقم 2 اللب السوري اللي هو بذور عباد الشمس. ما فيش حد مننا ما بيحبوش، كلنا بنحب اللب السوري. عايزة اقول لكم من ارخص انواع البروتين، ال100 جرام من اللب السوري فيهم حوالي 585 سعر حراري و20 جرام بروتين. وكمان عايزة اقول لكم انه مليان بالالياف الغذائية. رقم 3 العدس، طبعا كلنا عارفينه. يا سلام على طبق شوربة العدس او طبق الكشري المصري، من ارخص انواع البروتين النباتي. عايزه اقول لكم 100 جرام من العدس فيهم 18 جرام بروتين، وقيمته الغذائيه كبيره جدا لانه غني بالالياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين بي كمان. رقم 4 الشوفان. الشوفان ده كنز وناس كتير مش عارفة للأسف قيمته. غني بالبروتين ومفيهوش جلوتين ومش مكلف خالص، سعره على فكرة على قد ال100 جرام شوفان فيهم 15 جرام بروتين. والشوفان ده كمان مش عايزة اقول لكم غني بالفيتامينات والمعادن والالياف، وكمان بيقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم. رقم 5 وهو اللبن او الحليب. عايزة اقولك لو معدتك مش حساسة وبتحب اللبن، يعني ده افضل خيار مناسب للبروتين. لو بصينا ل 250 جرام يعني ربع كيلو من اللبن كامل الدسم فيهم حوالي 9 جرام بروتين. ده غير طبعا الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والفوسفور اللي موجودين في الحليب. فاللبن او الحليب مفيد جدا للجسم وللعظم. فياريت نهتم ان احنا ندي لاولادنا كوبايه لبن لو واحده بس في اليوم، واحنا كمان ككبار ناخد كوبايه حتى لو واحده بس في اليوم. رقم 6 هي التونه المعلبه. عايزه اقولك يعني مليانه بالبروتين، من اسرع مصادر البروتين. ولكن المشكله الوحيده فيها هي الزئبق العالي اللي موجود في انواع كتيره جدا منها. علشان كده بقولك حاولي ما تكتريش منها، يعني مرة واحدة بس في الأسبوع. عايزة أقولك كمان 85 جرام من التونة فيها حوالي 100 جرام سعر حراري و20 جرام من البروتين، فخليها مرة واحدة بس في الأسبوع. رقم 7 وده خاص بقى قوي بالناس النباتيين، اللي هو الفول الأخضر، بين قوسين كده الفول الحراتي، الفول البلدي بتاعنا هنا الجميل اللي كلنا بنحبه. كوباية واحدة منه اللي هي حوالي 155 جرام فيها 17 جرام من البروتين. ده غير كمان الأحماض الأمينية والأساسية اللي بيحتاجها الجسم بتاعنا احنا وأولادنا. على فكرة ممكن تاكليه كده عادي جنب اي اكلة، ممكن تضيفيه في السلطات. وكمان ممكن يتعمل طواجن بالطماطم والصلصة، بيبقى حلو جدا في الاكل، وقيمته الغذائية عالية جدا. رقم 8 الجبنة القريش، وعايزة اقول لكم مفيدة جدا جدا، من منتجات الالبان اللي فيها سعرات حرارية قليلة ومليانة بروتين كتير. يعني الربع كيلو من الجبنة القريش فيها حوالي 28 جرام بروتين و200 سعر حراري، وكمان بتدينا الإحساس بالشبع، بس أهم شيء نجيبها من مكان نضيف ومكان موثوق فيه. رقم 9 وهو البيض، مليان بالمعادن والفيتامينات والبروتين والدهون. وبيضة واحدة بس فيها حوالي 6 جرام بروتين. ده غير السعرات الحرارية فيها قليلة جدا. ولو الأولاد ما بيحبوش ياكلوه، لأن في كتير من الأمهات بتشتكي إن الأولاد ما بتحبش تاكل البيض، فمن الجميل جدا إن انت تدخلي البيض في أكلات كتير بتعمليها علشان يستفادوا من قيمته الغذائية. يعني على الفطار لو أكلنا بيضة واحدة وقطعة من الجبنة القريش كده هنفيد الجسم بكمية بروتين كويسة جدا. ده بس لو احنا اتكلمنا على الفطار.
واخيرا رقم 10 وهو الترمس. الترمس نقدر نقول من الاكلات او المقبلات الخفيفة اللي كلنا بنحبها، سواء كانت في المناسبات او في الايام العادية. عايزة اقول لكم غير قيمته الغذائية طبعا العالية، الا انه بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والالياف. ده غير كمان انه مفيد للبشرة، مفيد للقلب والقولون ومرضى السكر والضغط. فهو قيمته الغذائية عالية جدا، ومفيش حد مننا ما بيحبش الترمس، كلنا طبعا بنحبه. ضيفوا كمان مع الترمس الفول السوداني، برضو مليان بالبروتين ومفيد جدا. وخلينا دايما عارفين يا جماعة ان البروتين مهم جدا لصحتنا وصحة اولادنا، فلازم نهتم بيه. في نهاية الفيديو يا رب يكون استفدتم ولو حاجة بسيطة، ويكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزة بقى لايكات على قد ما تقدروا وشير. في رعاية الله، مع السلامة.